العيشة واللي عايشينها يا أخي. فعلا يا أخي العيشة بقت صعبة والبلد حالها بقى زفت. لما مصنع النصر للسيارات يتقفل بسبب الفساد وسوء الإدارة، والمصنع يرجع يشتغل تاني ويصنع سيارة مصرية 100%. وكمان عروض دولية للتعاون، يقول لك الأيام دي بقت صعبة والبلد بقى حالها زفت. لما كان الواحد محروم انه يتعين في الجيش ولا الشرطة ولا القضاء ولا النيابة، لأنها كانت حكر على فئة معينة. ولما بقت الوظائف دي في متناول الجميع وللأكفأ، يقول لك الأيام دي صعبة والبلد حالها بقى زفت. لما كنا بنستورد فوانيس رمضان من الصين، ودلوقتي قدرنا ننتج أول تابلت مصري، وكمان طلبات التصدير للعالم نازلة علينا بالمليارات. يقول لك الأيام دي صعبة والبلد بقى حالها زفت. أكبر مصنع لسامسونج في الشرق الأوسط يفتح في بني سويف، وأكبر مصنع لشركة نيسان للسيارات في الشرق الأوسط بيفتح في مصر، وتالت أكبر مصنع للألياف الصناعية في العالم بيفتح في سينا. يقول لك الأيام دي صعبة والبلد حالها زي الزفت. لما كانت المصانع الحربية بتنتج بوتاجازات وغسالات، وترجع تاني تصنع سلاح وكمان طيارات بدون طيار، يقول لك الأيام دي صعبة والبلد حالها بقى زفت. لما كانت مصر معزولة عن العالم ومفيش أي استثمارات ولا أي تعاون مع أي دولة في العالم، ومصر بدأت مع روسيا التحضير لإطلاق المشروع النووي المصري، والصين تنشئ منطقة صناعية على 6 كيلو متر مربع على محور قناة السويس، وهتوفر 40,000 فرصة عمل وباستثمار 10 مليار جنيه مصري. والمرحلة الثانية هتكون على 16 كيلو متر مربع وتوفر 200,000 فرصة عمل. يقول لك الأيام دي بقت صعبة والبلد بقى حالها زفت. لما كان الواحد يقف في الشارع يتضرب على قفاه ويتفتش من اللي رايح واللي جاي ومن غير ما يقدر يفتح بقه. وبعدين لما بقاله كرامة، يقول لك الأيام دي صعبة والبلد بقى حالها زفت. لما كنت تقف 5 ساعات في طابور العيش علشان تاخد 20 رغيف بجنيه، نصهم محروق والنص التاني مسامير وتراب. ولما بقى العيش ينفع يتاكل وبتجيبه وانت محترم وكمان بسرعة، يقول لك الأيام دي صعبة والبلد بقى حالها زفت. لما كان الواحد بيخاف يعدي من قدام القصر، ولو قرب منه أو من موكب الرئيس ينضرب بالنار في الحال. وبعدين لما بقى بيتظاهر قدام القصر والرئيس يعدي من جنبه بعربيته، يقول لك الأيام دي صعبة والبلد بقى حالها زفت. لما كانت فلوس قناة السويس بتتسرق، ولا حد كان يقدر يقول الفلوس دي بتروح فين. ولما ترجع لينا القناة وفلوسها تخش الموازنة، يقول لك الأيام دي صعبة والبلد حالها بقى زفت. لما الإعلامي أو الصحفي كان بيتظبط لو نطق والكل يقول امشي جنب الحيط، يعني عشان تاكل عيش لازم تطبل لمبارك وعصابته، يقوم النهارده لما يشتم ويشوه وينشر إشاعات ويكذب من غير حساب ويلطم ويقول فين أيامك يا مبارك، ده مرسي قمع الإعلام. لما يحصل كده تعرف إن ده تأثير الإعلام المزيف اللي زي الزفت، اللي صور لنا إن الأيام صعبة وإن البلد حالها بقى زي الزفت. وللأسف في ناس بتصدق.